اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وفي احسن حال يا رب، داخل مصر وخارج مصر. النهارده هنعمل مع بعض القراقيش او كعب الغزال او المنين بالعجوه الدايب اللي لونه ذهبي التحفه ده زي ما انتم شايفينه معايا. هنعمله بمقادير سهله وبسيطه، ومش قادره اقول لكم هتعتمدوا مقادير ان شاء الله. يلا نقول بسم الله كده. اول حاجه معانا كيلو دقيق متعدد جميع الاستخدامات. معايا 3 معالق كبار من السمسم المحمص، 3 معالق كبار من اللبن البودره، 3 معالق كبار من السكر البودر، ممكن يبقى سكر حبيبات بس انا كان عندي سكر بودر حطيت. معلقه صغيره قوي قوي من خميره معلقه صغيره قوي من ريحه الكحك. لو هتعملي بسمن بلدي هتستغني عنها. معايا كيس بيكنج باودر اللي هو خميره الحلويات، ونص معلقه صغيره من الملح. قلب كل المواد الجافه دي مع بعض، اللي هي ايه بقى؟ الكيلو الدقيق، 3 معالق سمسم كبار، 3 معالق سكر بودره كبار، 3 معالق لبن بودره كبار، كيس بيكنج باودر، معلقه صغيره من ريحه الكحك. قلبتهم حلو قوي مع بعض، وبعد كده نزلت عليهم بنص كيلو من السمن. خلاص دي سمنه ايه، انا يدوب بس مسيحاها ومفككاها على النار، يعني السمنه بتاعتي سخنه دافيه يعني. همسك بقى السمنه كده بالسها بالدقيق كويس. اهم شيء البس يا جماعه، بسيها كويس كده تاخدي نتيجه حلوه قوي، لان طبعا انتوا عارفين كعب الغزال او المنين بالعجوه ده بيبقى دايب. خلاص همسك بقى بيسو كده بس حلو المه بايدي، وما شاء الله اللهم بارك العجينه زي العسل في ايدي، مش محتاجه حاجه. كده بقى لسه هضيف لها كوبايه من الحليب. اخدت معايا بالظبط كوبايه لبن، اللبن برضو دافي زي دمعه العين كده. هنزل عليهم بقى كده، ابقى اقلب باللبن بالعجينه بتاعتنا لما تشربها. بصي كل ما تحطي هتبصي تلاقيها تنشف معاكي وتتشرب اللبن، ما تقلقيش خالص لغايه ما تديكي تبقى عجينه لينه وطريه قوي. بصوا يا جماعه اهي، هلمي بقى العجينه كلها كده. بصوا ما شاء الله، تعالوا نعمل لها اختبار بقى. العجينه ما شاء الله مش محتاجه حاجه، خلاص كده اخدت بالظبط معايا كوبايه من الحليب. ممكن تاخد معاكي كوبايه، ممكن تاخد كوبايه وربع، كوبايه ونص، على حسب الدقيق. في دقيق بيقبل سوائل ودي ما بيقبلش يا جماعه، خلي بالكم الحته دي انا بقولها لكم في فيديوهات المعجنات كتير. خلاص كده انا لميت بقى العجينه وما شاء الله طريه زي الفل. بصوا بقى كده العجينه عامله ازاي في ايدي، ملبن، مش محتاجه حاجه اهي. تعالوا بقى نشكلها كده ونشوف حته ونختبرها. بصوا العجينه عامله ازاي، ولا مشققه ولا اي حاجه، ما شاء الله زي الفل. نجيب كيس تلاجة بقى ونغطي بيه الطبق ونحط عليه فوطه ونسيبها تخمر. خلاص انتوا عارفين طبعا الجو ساقع، هتقعد معاكي حوالي ساعه الا ربع، تلت ساعه، نص ساعه، على حسب بقى. لو المطبخ بتاعك دافي هتخمر معاكي بسرعه. عقبال ما العجين بتاعنا يخمر يكون حضرنا العجوه اللي هي التمر. دول المربع من ده او القطعه المربعه من دي 400 جرام، يعني الثلاثه دول 1200 جرام، يعني ايه، كيلو وربع، هنقول كيلو وربع. همسكهم بقى كده، هشيل من عليهم الورقه واحطهم في بوله او في طبق. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من السمسم ومعلقتين كبار من السمن، وهدعكهم كده على البارد على طول. لو مش عايزه تحطي سمنه ممكن تطريهم معلقتين لبن. خلاص همسكهم بقى ادعكهم بايدي كده، يبقى حطيت معلقتين سمسم كبار، معلقتين سمنه. همسكهم بقى ادعك العجوه كده بالسمنه حلوه قوي بالسمسم، هطريها، هي ما شاء الله طريه ومش محتاجه حاجه. بس هدعكها بقى كده ولمها، وتعالوا نشكلها بالمره علشان ما تاخدش مننا وقت اما نيجي نعمل القراقيش. ما شاء الله اعملي القراقيش بنفس الطريقه بتاعتي دي. لو عامله 20 كيلو قراقيش او 30 كيلو مش هياخدوا منك ساعه زمن، وانتي واقفه على طول هتقطعيه. جبت كيس تلاجة بقى كده فتحته، وكيس كمان هركنه هقول لكم اعمل بيه ايه. همسك بقى قطعه كده من العجوه او التمر، هشكلها بايدي كده وادورها، وبعد كده هروح حاطه عليها الكيس علشان تتفرد معايا بكل سهوله. يعني انا كده حطيت كيس تحت وكيس فوق، وهفرد بالفراده. خليها تاخد شكل مدور كده. بس كده ما شاء الله. بصوا حاجه كده شغل فاخر من الاخر يا جماعه. شغل ايه ده، مش قادره، شغل حلويات بقى، شغل مخابز، مش قادره اقول لكم. بس كده خلاص، كده اخدت شكل دائري حلو قوي. بص القوام بتاعها عايزاها نفس القوام ده كده. هبدا بقى كده اوريها لكم. حطيت الكيس تاني وهطبقها وهركنها على جنب، وهكذا بقى هعمل بقيه الكميه كلها بنفس الطريقه. برضه حطيت كيس كده من تحت، وجبت حته عجوه شكلتها كده دورتها، امسكها بايدي بفردها بسيط كده، وبعد كده بحط على وشها كيس، وبعد كده بفرد بالفراده. الموضوع سهل جدا، ما اخدش معايا وقت خالص. على فكره انا عجناها معاكم في السحور، يعني حوالي الساعه 2 وشويه عجنتها، والله قعدت اسوي، خلصتها الساعه 6 كده، يعني عقبال ما اختمرت وسويت كانت الساعه 6 الصبح، يا دوبك انا نايمه 6 الصبح.
كده خلاص ما شاء الله اللهم بارك، زي العسل قوي كده معايا. كده العجوه بتاعتنا كانت جهزت كلها ما شاء الله، عسل عسل عسل، شغل فاخر من الاخر. حط لايك بقى يا حلوه انت وهي، حطوا لايك، ما تبخلوش علينا باللايك، وكومنت حلو كده منكم يا حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى بعد ما خلصت الكميه كلها ما شاء الله، ادي العجوه معايا جاهزه، والعجينه بتاعتنا اختمرت ما شاء الله زي الفل. تعالوا بقى، العجينه مش محتاجه الهوا، بس انا عشان اكسب وقت وعلشان ما اخدش وقت كتير، تعالوا نعمل حركه حلوه قوي. بقول لك لو عندك 20 كيلو منين او كعب غزال او قراقيش زي ما بتسموها سموها، هتعمليهم بصوا في منت، في لحظه هيكوني مخلصه. حطيت كيس برده من تحت، وجبت حته عجينه وحطيت عليها كيس من فوق وبالفراده، وفردت زي ما انتم شايفين معايا كده. برده هخليها تاخد شكل دائري مدور كده، مش هرققها قوي، هوريكم السمك بتاعها قد ايه. يعني بصوا السمك حوالي سنتي كده او سنتي يعني مش عايزاها رقيقه قوي. بس كده خلاص خلاص. بصوا السمك بقى بتاعها اهو، حلو قوي كده. هجيب بقى كيس من اللي احنا عملناه بتاع العجوه، هشيل من على وشه الكيس واروح حطاه على العجينه. ايه الحلاوه دي بجد، تحفه. بس كده، الحته بقى اللي الاقيها محتاجه عجوه هحط لها، والحته العجين الزياده هشيلها بالسكينه. بصوا حطيت الكيس ليه؟ علشان اضغط عليها بالفراده العجوه تلزق في العجينه، ما اجي الفها رول تبقى حاجه كده فاخره من الاخر يعني. بس كده خلاص، شيل بقى الكيس وتعالوا بقى نشوف هنلفها رول. تلفيها رول بقى بالراحه كده، بصي ظبطي بايدك، عينيكي يعني هتوريكي. بصوا اهي، هتلف رول سهله قوي قوي، كانك بتلفي ساندوتش كده. بس كده، ولا صعبه ولا اي حاجه خالص. واللهم بارك، الكيلو رمى معايا كميه كبيره جدا جدا. يعني ما شاء الله، مش عارفه الكيلو بكام بره السنه دي، اسعار بنسمع اسعار يا جماعه بتصدمنا. بس كده بصوا، هو بعد ما لفيتها بقفل بقى كده من الحروف، وبايدي كده بروح لفاها وبرمها كده برمه بسيطه، وبسوي من الحرف من هنا ومن الحرف من هنا، وبعد كده بالسكينه بقطع. ايد بقى ماسكه السكينه، وايد بتضغط عليها من اول السكينه من الطرف، ايد من ماسكه السكينه وايد من الطرف بتضغط. خلاص هتبصي تلاقي التقطيع معاكي ماشي زي الحلاوه، بتقطع معاكي حلو قوي. في الصينيه بقى او في الصاج مش هندهن اي حاجه، وهنرص القراقيش بتاعتنا. بس كده خلاص، بصوا شكلها تحفه بجد جميله. دي طريقتي يا جماعه، وماشيه عليها على طول ما بغيرهاش. جربوها كده وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، ان شاء الله ربنا يحسن ما بنات ايديكم وتحملوا احسن مني. بس كده، نجيب واحده بقى كمان ونعملها برضو مع بعض. بصوا اهو، جبت برضو حته عجينه، وهحط كيس من تحت وكيس من فوق زي ما عملنا، علشان ايه؟ ننجز ونخلص وقتنا بدري بدري. بس كده، بايدي بقى كده هضغط عليها، وبعد كده اجيب كيس من فوق، وبالفراده بقى والنشابه برضو هفرد نفس ما عملت الاولانيه كده، هعمل دي برضو. بس اتفردت معايا اهي. برضو الكيس دوت بيسهل معاكي الفرد قوي، وكمان ما بيتعبش ايديكي ولا اي حاجه، بتعملي على طول. هجيب بقى ورقه عجوه من اللي احنا فردينها، هشيل من عليها الكيس واروح حطها على وش العجينه. مفيش اسهل من كده. بس هجيب برضو الفراده واروح ضغط عليها كده علشان تلزق العجينه بالعجوه. والحته الزيادات انا بظبط بقى بايدي. خلاص، الحته اللي بحتاجها بقى ايه، عايزه عجوه بحط لها الحته العجينه الزياده، معلهاش عجوه بروح شايلاها اهو. بصوا الزيادات دي كلها بشيلها بحطها في الطبق، بيتعاد تدويرها تاني. بس كده خلاص، تعالوا بقى نلفها رول. بصوا الحاجه السمك بتاعها، بس هتتلف رول كده بالراحه. بس وبرميها بقى بالراحه واحده واحده كده. على فكره عندي مفرش سيليكون، بس والله انا نسيت احطه على الرخام. ما علينا، الرخامه نضيفه انا غسلاها زي الفل. كده خلاص بقى، هبدا ابرم بقى واقفل الاطراف من تحت كده، واسوي بايدي من هنا ومن هنا وخلاص. والحتت اللي هلاقيها في الاطراف مش محتاجه ان انا احطها هشيلها، وبعد كده بعيد تدويرها تاني. لقيتها كويسه واروح حاطه في الصينيه على طول. بس وخلاص، ايد ماسكه السكينه وايد بتضغط من طرف السكينه. بصوا اهي، وهرص بقى في السجون وفي الصواني. لو عندك صاج كبير كان هيلم الليله دي كلها مره واحده، بس انا مش عندي صجان كبيره. بس برضو فردت حته عجينه بنفس الطريقه. هجيب بقى ورقه عجوه من اللي احنا عاملينها، وهروح شايله الكيس من عليها، وبعد كده اروح قلبها على وش العجين. بس وبعد كده بروح شايله الكيس. بس الموضوع سهل جدا جدا. هشيل بقى زوايد العجين دي بالسكينه اهي، وابدا الف رول.
بس كده. هقفل بقى من الاطراف زي ما انتوا شايفين معايا، وبعد كده ابرمها برمه بسيطه كده وابطط عليها بايدي بالراحه قوي، وبعد كده هروح مقطعه. بتمنى اللي وصل معايا بالفيديو لغايه هنا حطوا لايك يا جماعه، بالله عليكم دعموني باللايك وكومنت حلو بقى منكم كده، وكل سنه وانتم طيبين. جبت بقى بعد ما قطعناها وخلاص كلها كده ما شاء الله، جبنا سمسم محمص في طبق، ومعايا طبق فيه ربع كوبايه من اللبن او الحليب. بحط المنين في قلب اللبن ومن اللبن على السمسم زي ما انتم شايفين معايا، بكل سهوله كده بيتعمل. بص اهو، بشيل المنين او الكعب الغزال في قلب اللبن كده، وشه بروح مغطساه في اللبن، وبعد كده بروح جايباه حاطاه في السمسم. حابه تعملي بيض تمام زي الفل، انا مش بفضل البيض، هو اللبن بيديله وش تحفه بجد يعني. حابه برضو تزودي، عايزه وشه يبقى محمر قوي معاكي، هتحطي ربع معلقه صغيره قوي من نسكافيه بلاك، او ربع معلقه صغيره قوي من القهوه العاديه البن بتاعنا العادي، وتقلبي بيهم اللبن حلو قوي. وبعد كده هتعملي من المنين من اللبن للسمسم زي ما انا بعمل كده. بصوا اهو، بعد ما خلصت الكميه كلها بصوا حاجه كده تحفه. ادي الكميه كلها خلصناها. طبعا العجين بتاعنا خمران، هنسيبها بس حوالي 10 دقايق او ربع ساعه ترتاح عقبال ما الفرن بتاعنا يسخن. هقيد الفرن بقى على درجة حرارة 180 200. هنحط في الرف الأوسط. فرنك تحت بس هيبقى أول ما ياخد لون ذهبي من تحت هتروح قايدة شواية عليه من فوق. فرنك تحت وفوق، هتشغلي تحت وفوق. تعالوا نشوف طريقة التسوية بقى. كل شوية تجيب الصينية من الجنب ده للجنب ده علشان كلها تاخد لون موحد حلو قوي معاكي زي ما هتشوفوه معايا كده. بصوا اهو، ايه رأيكم في اللون الجميل ده؟ بعد ما استوى المنين بتاعنا او كعب الغزال، حاجة كده روعة دايبة لونها ذهبي، حاجه تشرفك قدام ضيوفك بجد. ضيوفك هيسالوكي جايباه منين او مين اللي عاملهولك، او هيقولوا لك ادينا المقادير. يلا حبايب قلبي بقى، ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. بصوا بقى، تعالى اقول لكم طريقه الحفظ بتاعته. انا علشان انا احطه في طبق كده بس علشان التصوير معاكم خلاص. انما انت عندك علبه تلاجة، هتبداي ترصي في علبه التلاجة وتغطي. ما عندكيش علبه تلاجة، هتجيبي كرتونه صغيره كده وتحطي فيها كيس من تحت، وترصي المنين بتاعك ده عليه، وكيس من فوق من على الوش، وبعد كده تقفلي الكرتونه. هيقعد معاكي فتره طويله جدا جدا، وكل ما تعوزي تسحبي منه حاجه كده بالف هنا وشفا ليكم ولينا. يا رب يكونوا طلعوا من فيديوهاتي مستفيدين. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم. تعالوا بقى نفتح واحده الاول كده. بصوا بقى، نفتح قلب واحده. يا خراشي على الجمال والحلاوه، حاجه كده تحفه. متنسونيش بقى في لايك يا جماعه، حطوا لايك حطوا لايك. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.